عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على حساب دولة قطر. الناس اللي كيسولوا على فيزا دولة قطر، كيفاش غنقطع كيفاش ناخذ هاد الفيزا ديال دولة قطر. هادشي هذا كامل تعرفوا معايا في هاد الفيديو ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ديالي باش تصلكم من جديد اي فيديو حاطينه يوصلكم نتوما الاولى. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تفيد المعلومه، وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بداو الفيديو ديالنا على بركه الله، شي لايك. بداو. بالنسبه فيزا ديال دوله قطر راها سهله الدراري ورخيصه، ماشي شي فيزا اللي هي صعيبه بالنسبه للناس اللي باغا تاخذ الفيزا ديال قطر. ونهضروا حتى على الاقامه دوله قطر بالنسبه للرجال او للنساء، يعني بجوج فيهم نهضروا عليهم. شحال تقام عليك الاقامه ديال سنه في دوله قطر، وشحال يعني ديال الفلوس اللي خصنا نخلص بالنسبه للنساء ولا الرجال، حيت الاسمنه مبدله. وهي هاد الاجونس هذه اللي غنخلي لكم الرقم ديالها صندوق واس، هي اللي كتعمل هذا الفيزا هذوم، وكتعمل حتى هذه الاقامه كتعملها لك داخل قطر. بالنسبه للدراري نبداو فيزا. شنو هما الشروط ديال الفيزا باش تاخذها من عند هاد الاجونس هذه؟ كتاخذ غير سكان ديال الباسبور ديالك، كتصور سكان ديال الباسبور ديالك وكتصردوا لهم واحد التصويره خلفيه بيضاء بدون نظارات. هاد الحوايج اللي كتصردوا لهم ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، جوج حوايج، جوج وثيقات هما كيتكلفوا لك الحساب البنكي، كيتكلفوا لك باي حاجه. حتى الاجونس هذوم كيكون عندهم واحد فيزا كتكون سهله، كيسهلوا معاهم حيت اجونس موثوقه كتكون. بالنسبه هادو هما الاثمنه ديال الفيزا الدراري، 800 درهم الفيزا ديال شهر داخل دوله قطر. غتخلص 800 درهم باش تدخل الى دوله قطر مده شهر الفيزا. بالنسبه للدراري غندوزو دابا الاثمنه ديال الاقامه داخل دوله الدراري للنساء. بالنسبه للنساء الاقامه ديال مده سنه في دوله قطر، يعني شحال غتخلص بالنسبه للمراه اللي بغات تاخذ اقامه ديال دوله قطر سنه، سواء تبحث فيها على العمل، سواء كانت كوافوره تخدم تما، المهم اي حاجه اي عمل بغيتي تخدم فيه في دوله قطر، بغيتي تاخذ الاقامه ديال سنه ديالك. شنو خصك الوثائق اللي غتاخذهم؟ يعني الوثائق اللي هما ساهلين، جواز السفر ديالك وصوره صغيره بخلفيه بيضاء بدون نظر. جوج وثائق اللي خصك. بالنسبه للاثمنه ديال الاقامه دوله قطر للنساء غاليه على الاثمنه ديال الرجال. بالنسبه للنساء 8100 درهم، 8000 درهم و100 درهم، يعني 8100 درهم ديال الاقامه ديال النساء. الا قدرت تخرج الاقامه خصك تخلص 8000 درهم اللي هي واحد 800 ديال الاورو، 800 ديال الاورو باش تخرج الاقامه ديالك داخل دوله قطر. الناس اللي ما كتعرفش لكم الدرهم، اللي ما كيعرفش بالدرهم، راه قلت لكم بالدولار او بالاورو. هذه هي الاثمنه ديال النساء. بالنسبه ندوزو للاثمنه ديال الرجال، شحال غتخلص؟ غتخلص 6000 درهم، 6600 درهم مغربيه هي اللي غتخلصها على الاقامه ديال الرجل لمده سنه داخل دوله قطر. هادو هما الاثمنه ديال الاقامه داخل دوله قطر. اللي بغيتي تشتغل، اللي بغيتي تبحث على العمل في دوله قطر، يعني هادو هما الاثمنه. المهم كنتمنى تشتركوا معايا في القناه ديالي وتبقاو تفاعلوا مع الفيديوهات باش نبقى نحط لكم بزاف ديال الفيديوهات، نبقى كل مره نصور لكم فيديو جديد. وشكرا لكم، كنتمنى تشتركوا في القناه، وشكرا. نتلاقاو في شي فيديو اخر يكون احسن الفيديو.